ليه محمد أبو تريكة عامل القلبان ده كله؟ وليه كل الناس في مصر والوطن العربي بيتكلموا عن محمد أبو تريكة؟ الحكاية ببساطة إعلان للنادي الأهلي بيتكلم عن مسيرة النادي الأهلي وأبرز نجوم النادي الأهلي اللي جم عبر التاريخ. بادئ الإعلان ومتصدر بصورة ومشهد محمد أبو تريكة والفانيلا رقم 22، وده عمل قلبان كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. أبو تريكة الإرهابي، أبو تريكة أمير القلوب، ابو تريكه اللي ممنوع من الدخول الى مصر، ابو تريكه اللي محطوط على قائم الارهاب. يتصدر بيه اعلان للنادي الاهلي ويبقى اعلان بيتذاع على الشاشات المصريه ويكون فيه ابو تريكه هو الاول. والحقيقه هذا الموضوع عمل قصه كبيره جدا وضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات وبين رموز الاعلام، لدرجه ان عمرو اديب طلع يتريق على هذا الموضوع وقال ان ما كانش ينفع اي حد يتحط في هذا الاعلان غير محمد ابو تريكه، وبقيه الناس هم اساءوا لنفسهم ان هم وافقوا ان هم يظهروا في هذا الاعلان او في هذا البرومو او في هذا الترويج ومسيره النادي الاهلي، لان مقامكم وتمامكم هو محمد ابو تريكه. اولا هو زملكاوي فبيتريق على النادي الاهلي، وانت عارف عمرو اديب فبيتريق على النادي الاهلي وكمان بيتريق على محمد ابو تريكه. وهذا الاعلان عمل حرقان كبير جدا لكل اعداء النجاح، لان محمد ابو تريكه شئت ام ابيت، اهلاوي ام زملكاوي ام اي مشجع من المشجعين، فمحمد ابو تريكه هو رمز وايقونه ومن اللاعبين اللي ما جوش او اللي ما جاش زيهم في تاريخ مصر، وله مواقف مؤثره تختلف او تتفق على مواقفه العامه او مواقفه السياسيه. لكن مفيش حد ينكر ابدا ان محمد ابو تريكه لاعب مهم ونجم كبير جدا وعظيم في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ منتخب مصر. طلعت بقى هاشتاجات كبيرة جدا تعارض محمد أبو تريكة، قال لك بقى أبو تريكة الإرهابي، الإرهابي مش عارف إيه، محمد أبو تريكة الإرهابي. وبدأوا يتحدثوا عن محمد أبو تريكة وينتقدوا كل من وافق على وضع محمد أبو تريكة وصورته ومشهده والفانيلا رقم 22 اللي مصدرين بيها الإعلان. ينتقدوا كل اللي وافقوا على هذا الاعلان. طب انتوا بتنتقدوه ليه؟ هو محمد ابو تريكه شئت ام ابيت هو لاعب من لاعبي الاهلي، لاعب من لاعبي منتخب مصر، نجم من النجوم، هو امير القلوب، الناس بتحبه، الزملكاويين زي الاهلاويين، كل الناس وكل الجماهير المصريه والشعب المصري البسيط بيحب محمد ابو تريكه، بيحب بساطته، بيحب ضحكته، بيحب كلامه، وبيحب تحليله، حتى بيحب شكله وهندامه وهو بيتحدث محمد ابو تريكه ببساطته المعهوده. فانت عايز تلغي كل ده عشان خاطر انت عندك مشكله سياسيه معاه، او علشان انت مش عاجبك افكاره السياسيه، او انت شايف ان مواقفه مختلفه عن مواقفك، فيطلع فلان وفلان وفلان من الاعلاميين ينتقدوا ويشتموا ويتهكموا ومتضايقين وزعلانين وقرفانين وما ناموش وعندهم حرقان، ويطلع واحد زي خالد منتصر يتحدث بهذا الامر وفي هذا الموضوع ويقول ارهابي ويقول مش عارف ايه، والنادي الاهلي مش لاقي غير محمد ابو تريكه. من الاخر يا جماعه لا يصح الا الصحيح، وما ينفعش مهما حاولت ان انت تحجب ضوء الشمس تحجبه، ما ينفعش مهما طلعت ووجهت وسائل اعلامك ووجهت كل نخبتك ومثقفينك وتنويريينك على غرار خالد منتصر هتقدر تمحو تاريخ محمد ابو تريكه. تاريخ محمد ابو تريكه تاريخ عظيم في التاريخ المصري وفي الرياضه المصريه وفي الكره المصريه، لا يمحوه بوست او كلمه او تشنيجه من تشنيجات عمرو اديب. مهما حصل هيبقى محمد ابو تريكه ايقونه من ايقونات النجاح في الرياضه المصريه، شاء من شاء وابى من ابى. كل التقدير والتحيه لمحمد ابو تريكه، وهو ده الاثر يا جماعه اللي بيبقى، الاثر اللي بيبقى في قلوب الناس لما بيؤمنوا بالفكره بتاعتهم، ولما بيؤمنوا بان هم يقدروا على المواجهه وعلى التحدي وعلى الوقوف في وجه اي افكار غريبه ودخيله على مجتمعنا. عشان كده هيبقى محمد ابو تريكه امير القلوب، مهما قلتوا عليه ارهابي ومهما قلتوا عليه مش مننا، هيبقى محمد ابو تريكه رمز من رموز الرياضه المصريه، بل رمز من رموز الدوله المصريه. الى اللقاء.